الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين. مرحبا حبيباتي، كيفكم؟ شو الأخبار؟ يا رب تكونوا بألف خير بأي وقت بتشوفوا فيه الفلوج. رجعت لكم بفلوج جديد إن شاء الله إنه بيعجبكم يا بنات. هذا الفلوج آخر فلوج قبل رمضان. كل عام وانتم بألف خير حبيباتي، إن شاء الله يا رب ينعاد علينا بالصحة والعافية والفرح والسعادة جميعا يا رب العالمين. فمشان هيك هذا الفلوج رح يكون آخر زينة، آخر مشتريات، آخر استعدادات، آخر تنظيفات، آخر ترتيبات، كل إشي بخص شهر رمضان الكريم. فخليكم معي للنهاية مشان تشوفوا الجولة بعد تعديل الزينة وتشوفوا كل التفاصيل معي حبيباتي. فهذا آخر قهوة بنعملها الصبح من هون لإن شاء الله ليخلص شهر رمضان على خير يا رب وهدات بال. فحبيباتي المو عاملة قهوتها تقوم تعملها مشان تستمتع معي بهذا الفلوج، وأنا يا بنات عاملة قهوتي وقاعدة بسجل لكم الفلوج، ويلا نبلش. بهذا اليوم يا بنات عملت كبة بلبنية. هلا رز بشعرية كتير عملته معكم وكتير سهل، واللبن إنه سن اللبن برضو عملته يا بنات معكم. فعملت يعني سنت اللبن وعملت رز بشعرية وقليت الكبة، بس أنا ما غليت الكبة مع اللبن، حطيتها هيك على الوجه إنه خفت تفرط صراحة. هي ما فرطت على فكرة، يعني رجعت حطيتها ما فرطت، بس بالبداية عاد هيك حطيتها على الوجه. وشو طلعت يا بنات؟ بتشهي يعني، مستحيل اوصف لكم قد ايه زاكي، رهيبه مو عاديه. فان شاء الله بدي ارجع اعمل كبه لانه خلصت عندي كميه الكبه، وبرجع بعملها معكم ان شاء الله هاي الوصفه برمضان اذا صح لي. وهون يا بنات عملت المسا كيكه شوكولاته، بس ما صورتها لاني عملتها معكم وقت فلوجات الخريف حباتي، فاذا حابين تشوفوها ارجعوا لفلوجات الخريف، مكتوب كيكه ماتيلدا. وقتها كنت عملتها بطريقه مختلفه يعني بتناسب الاعياد الميلاد وهيك اشياء. وبرضه عملت جيلو. وهون تاني يوم يا بنات جبت كم شغلة ناقصيني للبيت، تمام، مشان بدي أنظف الثلاجة وخزانة المونة وأشوف شو إنه ناقصني. فهون برضو كنت جايبة توم مقشر وجاهز، فحكيت خلاص بدي أعمله مفرز. يعني السنة الماضية عملته يا الله شو ارتحت فيه بطريقة مو عادية، فحكيت هاي السنة إنه ما في مانع أعمله بصراحة، لأنه من أكتر الأشياء اللي ارتحت فيها تفريز الثوم. يعني شو ما كانت الطبخة بس أحس إنه موجود، بس بدي أطول معلقة من الفريزر بحس خلاص الطبخة سهلة. بس لما أحس إني لسه بدي أدق أو كذا، يعني ما باخد يا دوب دقيقة، بس خلص نفسيا بتحس إنه في إشي هيك معكنن عليكم. هلا حباتي بغسله وبنشفه، بعدين بحطه بالفرامل اللي بدي أفرم فيها، يعني بحط معلقة ملح صغيرة ومعلقة سكر صغيرة وكم رشة زيت نباتي. الملح والسكر هي مادة حافظة يا بنات، والزيت النباتي عشان ما يعطي طعم، لأنه زيت الزيتون بعطي طعم صراحة ما بفضله. وأنا ما بحطه بالثلاجة بالفريزر، بعلبة مسكرة منيح ما بيطلع ريحتها ولا بالطعم أبدا، يعني عن تجربة أنا بحكي لكم. وكمان الزيت إنه بخليكم لما يكون مفرز وجامد إنه بتطولوا منه بسهولة، فهمتوا كيف؟ يعني عادي ما بتضطروا إنه تكسروا أو تتعبوا انتوا بتشيلوا بالمعلقة، كتير سهل. فاللي ما جربها يجربها كتير رح يرتاح فيها، واكيد في كتير صبايا عملوها يعني وانه خلص بيعتمدوها. انا يعني لما اشوف انه في توم مقشر بصراحة بعمل، لاني بتكاسل صراحة منه. وهيك صارت جاهزة وعلى الفريزر. هون يا حباتي بدي أعمل معكم مشروب لرمضان بشهي اللي هو الكركديه. بصراحة أول مرة أعمله أنا، يعني أنا متعودة عند بيت تيتا أهل ماما دائما كانوا يعملوه زمان وأنا صغيرة بتذكر، وكانوا بس يغلوه غلي. هون حكيت أنا بدي إيش أشربه بارد، فشو عملت؟ جبت كاستين ونص كركديه، غسلتهم وصفيتهم، بعدين حطيتهم عندي بأي شي بدكم تحطوا فيه. حطيت عليهم تقريبا لتر ونص مي، يعني 6 كاسات، وكاستين سكر. خليتهم ينقعوا تقريبا 4 ساعات. هون بعد 4 ساعات شوفي كيف اللون ما شاء الله تبارك الله. هلأ يعني هيك بفرك بإيدي شوي وبعدين بصفيه.
لما أصفيه برجع بكسره بكاستين مي. تمام بنات؟ وإمكانكم حبيباتي من البداية تزيدوا كمان هدول الكاستين المي، يعني يصير لترين مي. بس في ناس بتحبه تقيل، في ناس بتحبه خفيف. هون أنا دقته حسيت إنه بده مي، فرحت زدت كمان يا بنات كاستين مي. وشو يا بنات بشهي، حطوه بالتلاجة، يعني أكيد تشربوه بارد، أو إذا عندكم تلج تشربوه مباشرة، ويا سلام يعني رهيب. أنا قرأت إنه لازم خلال 24 ساعة ينشرب، بس صراحة أنا يعني حتى بعد 24 ساعة إنه شربته عادي، يعني ما حسيت إنه أثر. هي الفكرة إنه الفوائد ما تروح منه، فهمتوا كيف؟ فجربوه حباتي، وأنا متأكدة بإذن الله إنه رح يعجبكم. يعني من أذكى المشروبات اللي يعني كيف أحكي لكم، الطبيعية، بدون صبغات، بدون ألوان صناعية، وبدون مواد حافظة. فجربوه بإذن الله، بإذن الله إنه رح يعجبكم وتعتمدوه. هون حبيباتي كانت الدنيا ليل ومش جايين نوم، فقمت على المطبخ، نظفت التلاجة ونظفت الفريزر وخزنت المونة وجرار البهارات وخزنت البهارات والخزانة اللي فيها مرتبانات الرز والسكر وهاي الأشياء برضه. بس صراحة ما صورت لأنه عن جد هلاك وتعب، فبياخد وقت كمان، وأنا كنت خلص لازم إني أنجز. فوالله رتبتهم ونظفتهم وظبطت أمورهم، وشفت إنه شو بدي وشو عندي، وكمان رتبت الأشياء اللي أنا كنت جايبتها عشان أعرف كل أموري إن شاء الله قبل رمضان على خير وهدات بال يا رب. وكمان بالتلاجة حطيت القطع اللي جبتهم من شيئا، بس للأسف طلعوا صغار، والحمد لله إني أنجزت وارتحت. وهون صباح الخير من عند جارتي، رحت شربت نسكافيه ورجعت على البيت مشان بدي أعمل معكم وصفة سمبوسك البيتزا. طبعا أنا عملتها بناء على طلب ابني حبيبي، الله يحميه ويحمي كل أولادكم يا رب. بالنسبة لصوص البيتزا يا بنات، أنا عملته بتذكر معكم على القناة، لما كنت عند بيت خالتي عملت البيتزا عندهم، بس هون بدي أرجع أعيدها معكم لأن في بنات طلبوها مني. بالبداية حباتي بتحطوا شوية زيت زيتون، بندورة، بصل، توم، بتحطوا ملح، فلفل أسود أكيد، وسكر، لأنه بدنا نحط مية بندورة مشان تكسر الحموضة. بإمكانكم تضيفوا معلقة كاتشب، معلقة باربيكيو صوص، وشوية حر يعني شطة أو تشيلي فليكس. وكمان أهم إشي، أهم عنصر، اللي هي الأوريجانو. طبعا ما تهتموا لقطع الخضرة لأنه بالنهاية رح تنطحن. بقليها شوي، بعدين بحطها بس هيك تذبل بالإشي اللي بدي أطحن فيه، وخلص يعني هيك بتصير عندي جاهزة. بحطها برجعها على القلاية اللي كانت فيها، بعطيها بس غلوة بسيطة وخلص، هيك بتصير عندي أمورها تمام. بحطها على جنب لحد ما تبرد. طبعا أنا المونونكس اللي عندي انكسر، فمشان هيك استخدمت الهاند بلندر. وشي بنات عندي هالمرة يعني أشياء اتكسرت بطريقة مو عادية، حتى بايركس الجديد وقع مني على الرخامة وخزق لي الرخامة. أشياء يعني انكسر الشر الحمد لله، بس يا الله هاي الفترة شو بتكسر عندي أشياء وزعلانة عليها. حتى الفرامة اللي عملت فيها التوم مشعورة، يعني ما بزبط إني أحط فيها أشياء سائلة. مش عارفة إيش فتحت هذا الموضوع، بس يلا. وهيك حباتي عندي أنا صلصة جاهزة بستناها تبرد. هلا بدي أعمل الحشوة. حطيت شوية زيت زيتون، وحطيت فلفل ملونة، وهلا الفلفل اختيار شو بدكم تحطوا أي لون. المهم حطيت فطر فريش وبإمكانكم معلب، وحطيت زيتون أسود، وحطيت سلامي. السلامي قطعته كتير هيك صغير. هلأ بشو قطعت كل هاي الخضرة والسلامي؟ بالفرامة تاعت السلطة على الوجه الصغير. يا الله يا بنات شو إنها رهيبة بصراحة، من أحلى الأشياء اللي جبتها عن جد، عن جد اللي ما جابها يجيبها، لأنها عن جد اختراع. بس لازم الواحد يدير باله، إني أنا هيك بس يعني لمستها لمس يا دوب، جرحت لي إصبعي قد إيه إنها ماضية. فجيبوها حباتي كتير رح تنبسطوا عليها، بتريحكم بالمطبخ. طبعا بقليهم بعدين بوطي وبغطيها هيك شوي عشان تستوي، وهيك برضه بتصير أمورها تمام. هلا هون يا بنات صرت أضيف معلقة على الخلطة لحد ما أشوف إنه هيك القوام عندي تماسك، ما بضيفها كلها. بعدين لما تبرد تماما عندي الخلطة والصوص بحط عليها جبنة الموزاريلا، لأن إذا ضفت الجبنة وهم سخنين خلص هيك بتمسك على بعضها، بصير منظرها مش حلو ورح تغلبكم. وكمان يا بنات جبت جوردينا، لأنه صرتوا عارفين قصتي مع السمبوسك، واللي زاد عندي من الصلصة فرستها. يعني إذا يوم بدي أعمل بيتزا بلاقيها جاهزة عندي وبريح حالي. وهلأ يا بنات شو بعمل؟ بجيب صينية اللي بدي أحطها بالفريزر، بحط أول إشي طبقة سمبوسك، بعدين بحط فوقيها طبقة نايلون، يعني جبت كيس التفريز وقصيته أنا،
وحطيت طبقة، بعدين بصير أكر لحد ما أخلص، يعني كل طبقة سمبوسك والتاني بحط بينهم طبقة نايلون، وبحطها بالفريزر تقريبا يعني إنه ليلة كاملة، تاني يوم بتكون عندي جاهزة. بحطها بكيس تفريز وهيك خلص أمورها بتصير تمام. طبعا يا بنات عن جد بتشهي، أول مرة أنا أعمل سمبوسك وحشوة البيتزا، بصراحة رهيبة، إبداع إبداع ما شاء الله تبارك الله، طعمها مو عادي. هلا حبات بإمكانكم تستخدموا ذرة، بس أنا ما استخدمت لأنه حشوة الخضار كانت فيها ذرة. بنات حسيت حالي بحكي بسرعة وما بعرف، يعني خلاص تحملوني. وهيك يا بنات خلص صارت عندي تمام. وهلا إذا بدي أقليها بحمي الزيت بعدين بوطي مشان ما تنحرق. وشوفوا ما شاء الله تبارك الله كيف بتنفش، مو عادية قد إيه زاكي، حتى حسيت هاي العجينة الجردينة أذكى من المرة الماضية. شوف ما شاء الله منظرها قد إيه بشهي. وهلا اسمعوا الصوت كيف بتقرمش. شفتوا لي الجمال ما شاء الله تبارك الله، رهيبة يا بنات، عن جد عن جد كانت إبداع، فجربوها بإذن الله إنها رح تعجبكم وتعتمدوها. وهون يا بنات كان جاي عبالي أعمل طبخة دوالي وكوسة، تمام. هلا أنا الدوالي يعني الحشو اللي فيها رز ولحمة، يعني ما دايما بتطلع معي زي ما بدي النكهة، يعني خلص بروح بعمل يالنجي وخلص بختصر الموضوع. ويعني للعلم أنا بعملها مرة بالسنة لأني ما بحب ألف صراحة. بس هون شو عملت، حكيت لا بإذن الله هاي المرة لازم تزبط معي. حطيت على الرز بعد ما نقعته طبعا لحمة مفرومة، زيت نبات وزيت زيتون خلطت، مكعبات مرق دجاج، ملح فلفل أسود، وبصل وتوم مقطعين مهروسين، مش يعني مهروسين، توم مهروس بس إنه البصل مفروم ناعم، ونعنع وبقدونس مفرومين ناعم، تمام. أنا بخلطة المحاشي ما بقدر أستغني عن البصل والثوم والنعنع والبقدونس، خلص عندي إشي أساسي صراحة، في ناس ما بحب بس أنا بحب. وشو كمان، اللهم صل على سيدنا محمد، ذرة ذرة يا بنات، بتعرف شو يعني ذرة؟ هيل وقرفة وكاري وعصفر يا دوب، يعني حتى نكهتهم وريحتهم مش مبينة يعني إنهم ذرة. وبس والله حشيت بتنجان وكوسة ودوالي، وحطيت تحتهم ريش وبطاطا بندورة وبصل شرائح. طبعا خالتي ساعدتني باللف حبيبتي، الله يا ربي يسعدها ويطول عمرها، لولاها بصراحة كان ليلتها ما خلصت، لأنه أنا خلاص عن جد ما بحب ألف دوالي. وبس والله يا حباتي. هون يا بنات أفرجيكم شو شريت. بالبداية جبت هذا القمر الديني اللي بكون ملفوف، صراحة كتير بحبه، يعني ما بحبه غير برمضان. وهذا الفانوس ابني حبه وعجبه، جابه لمعلمته، بصراحة كتير حلو مرتب. وكمان جبت هالمدفعية الحلوة، ايش رأيكم فيها؟ بصراحة أنا وصاحبة البداية فكرناها غلاية قهوة بس شوف ما أحلاها، عن جد بتجنن صراحة، حبيتها أكتر من الملونة، كتير كتير حبيتها. انتوا احكوا لي ايش رأيكم فيها. وشوفوا لي هالصينية، بصراحة عشقتها من وراء الكتابة مكتوب عليها رمضان يجمعنا، مع إنه لونها الذهبي هيك مطفي، بصراحة ما حبيته، بس مشان الكتابة كتير حبيتها، حكيت بحط فيها إنه الدلة والفناجين تطلع رهيبة. وجبت برضو شلال يا بنات للبرداي، لأنه مثل ما حكيت لكم الفلوج الماضي كان تقريبا يعني 3 حبال منه إنه طافين. وهون الصبح رحت عند صاحبتي برضه وشربت نسكافيه وغيرنا جو، وبعدين طلعنا جبنا كم شغلة هلا بفرجيكم إياها. جبت يا بنات هذا الملقط كتير كتير مرتب بجنن، حتى الكواليتي تبعته رهيبة. وجبت كمان يا بنات هدول الأكياس اللي بيغلفوا الصحون، جبت حجم وسط لأنه خلص من عندي. وجبت برضو هاي يا بنات ستانلس للنقع الرز، لأنه اللي عندي بلاستيك بصراحة مش منيح يعني إنه سخن وبلاستيك مع بعض. وجبت بايركس مدور لأنه ما عندي غير واحد صغير مدور، أنا كتير بحاجة المدور. وبرضو كبير ما عندي إلا واحد، يعني خلص حسيته هيك إنه طقش. والكبير برضو الجديد إنه انكسر. وكمان جبت هاي من لمسة خيال يا بنات، شوفوا لي ما أحلاها، بتسطل، رهيبة 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 عن جد كتير حلوة. فاحكوا لي شو رأيكم فيها حباتي. وكمان يا بنات جبت عصير سيزر بنكهة المشمش قمر الدين، هم بنزلوه غير برمضان، بصراحة بشهي بشهي، أغلبكم بيعرفوا، بس اللي ما بيعرفوا يجيبوا كتير رح يحبوا.
وهون يا بنات جبت هدول التوزيعات لابني مشان عندهم بالمدرسة احتفال عشان شهر رمضان. هم هدول باكيتات فاين جبت من أسواق الجيل، يعني أكتر من شكل بصراحة كتير حلوين وبجننوا، يعني هدول أفكار للي بده. وهون يا حبيباتي شلت الحبل اللي على ستاند الهلال وحطيته على البلكونة مثل السنة الماضية، وجبت ستاند النجمة يعني طلعته ولفيت عليهم هدول الحبال، ومكان البطارية غطيته هيك بورد، وزي ما شفتوا الرزنامة حطيت إنه عليها قاعدة، مش عليها تحتها قاعدة هيك يعني بتخص رمضان، والفوانيس برضه حط لهم حبال بدل البطارية، وركبت برضه الشلال الجديد، والطاولة خففت عنها كتير أشياء، فحطيتهم كلهم بهاي الفضية. هيك حكت لي خالتي بيطلعوا أحلى، وفعليا طلعوا بيسطلوا عن جد عن جد ما شاء الله تبارك الله، طلعت رهيبة. يعني ما توقعت إنه لما أحطهم هون يطلعوا هب إنه بهذا الجمال بصراحة. يعني عن جد كتير حلوين. انتوا احكوا لي ايش رأيكم؟ هيك حسيت انه الطاولة يعني بتضلها افضل والواحد بياخد راحته اكتر، ويعني برضو انه بضلهم بوجهي، يعني اهم شي بضلهم بوجهي وعيني شايفيتهم. فبس والله حبات انتوا احكوا لي ايش رأيكم؟ وهون عند طاولات السيرفيس حطيت القرآن والمسابح أهم إشي، يعني هدول أهم من أي ديكور صراحة. وهون برضو بالمطبخ حطيت قمر الدين بالهلال، وحطيت هيك عنده التيبل لامب، وحطيت كوستر لون هيك زهري. وهذا الفانوس بنات له عندي تقريبا 8 سنين كتير بحبه. وهون يا بنات حطيت حبل الهلال والنجمة برا على الشباك من برا، بصراحة طلع أحلى وأرتب مثل السنة الماضية برضه. بس هون ليش أحلى؟ لأنه البرداية كشفته، كان السنة الماضية إنه برداية الزبرة ما كانت إنه تبين. وبرضه هون بالرفوف حطيت برضه أشياء بتخص رمضان. يعني هيك حاولت إني أغير تعديلات بسيطة. وهون مثل ما حكيت لكم الدلة والفناجين، احكوا لي إيش رأيكم؟ برضه هدول الفناجين يا بنات لهم تقريبا عندي يمكن 7 سنين، كتير بحبهم، عليهم هيك قطايف وسمبوسك وتمر وهلال وهيك أشياء. وهون برضه زبط هاي الزاوية، احكوا لي إيش رأيكم فيها؟ بصراحة هيك حسيت كتير حلو وناعم، شو رأيكم؟ وهيك حباتي بعد التعديل خليني أفرجيكم الجولة كاملة، فشوفوها للنهاية احكوا لي إيش رأيكم حباتي. الله يسعدكم يا رب. هيك يا حباتي كانت جولتنا بعد التعديل، إن شاء الله إنكم حبيتوها وانبسطتوا فيها وأخدتوا أفكار. بدي أحكي لكم كل عام وأنتم بألف خير، ورمضان كريم مبارك على الجميع يا رب. بدي أخبركم يا بنات إنه إن شاء الله رح يكون موعد تنزيل الفلوجات برمضان بعد الإفطار. وهيك حباتي بكون وصلت معكم لنهاية الفلوج، يا رب يكون عجبكم وانبسطتوا معي. برجع لكم إن شاء الله بفلوج جديد مليان أشياء حلوة. في أمان الله حبيباتي، سلام.